لو بتفكر تيجي الامارات عشان تشتغل في العقارات، ركز معايا في الخمس حاجات دول لانهم مهمين جدا وهيخلوك تبدا صح. احلى 2 درهم تجيب بيهم واحد كرك واحد ميه، او انت جهز قهوتك وركز معايا. اول حاجه ابدا صح، مش تبدا بالفهلوه. يعني ادخل البيت من بابه، خد كورس في الوساطه العقاريه في مكان معتمد، وابدا افهم المصطلحات القانونيه وكل شيء بالتفصيل محتاج تعرفه قبل ما تبدا تبيع بدراعك او بدماغك. تاني شيء، ابدا ذاكر الخريطه والمناطق، واعرف الشوارع الرئيسيه، واعرف تقسيمه المناطق من حيث حجم الاستثمارات اللي فيها، الحاجات اللي بنسميها اللو تيكت والميد تيكت والهاي تيكت والحاجات البريميوم. وتعرف كمان حداثه وقدم المناطق، يعني المناطق اللي كانت بادئه من زمان خالص وشغاله دلوقتي، والمناطق اللي دلوقتي وقتها والناس بتستثمر فيها، والمناطق المستقبليه اللي تقدر الناس تشتري فيها دلوقتي عشان تكسب منها بعدين. الحاجه اللي بعد كده انك تتابع الاسعار، والاسعار هنا اقصد بيها انك تتابعها على 3 مستويات. المستوى الاول اللي كل الناس عارفاه، اسعار المشاريع والمطورين. المستوى الثاني اسعار المناطق نفسها وسعر القدم في كل منطقه، وكان كام ودلوقتي كام وهيبقى كام. المستوى الثالث هو اسعار دبي والامارات بالنسبه للدول الكبرى اللي فيها برضه استثمارات عقاريه، عشان يبقى الكلام ده معاك لما تيجي ترشح لحد فكره الاستثمار نفسها، تعرف تقارن له بين الدول، وبعدين تقارن له بين المناطق، وبعدين تقارن له ما بين المطورين واسعار الوحدات، وكل وحده داخل المطور الواحد حتى. واخيرا وليس اخرا، مهاراتك انت البيعيه. محتاج تطور نفسك في فكره البيع نفسه والمهارات البيعيه، وتتعلم من البياعين الكبار بيبيعوا ازاي، تفهم انماط البشر وتفهم طرق البيع واستراتيجياته، وتعرف تبيع لكل واحد ازاي عشان تعرف تبقى مقنع. الخمس حاجات دول هم اللي انا بشرحهم بتفصيل التفصيل في الكورس على اليوتيوب. هنا على التيك توك انا بقدم معلومات وحاجات سريعه كده، مهم انك تعرفها وتتابعها، لكن لو عايز تفاصيل التفصيل فتقدر تروح لليوتيوب.